السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين؟ ايه رأيكم؟ حمص الشام احلى مشروب للشتاء، ومكونات بسيطة جدا ومش مكلف خالص. والمكونات عندي عبارة عن حمص، ده حمص يعني الشام مش حمص طبيخ، ومعايا بصلة مقطعها 4/4، وفصين توم. انا التوم ده عندي كنت شايلاه في الفريزر مخزناه، وطماطم فريش مضروبة في الخلاط ومية، بس كده. واهم حاجة ان الحمص يبقى منقوع قبليها كده بساعة ساعتين، وبعد كده يتغير المية ويتشطف، ونحط له مية بقى ايه نضيفة، لان البقوليات عموما لازم تتنقع عشان بتنزل مية كده، حتى لونها بيبقى مصفر. ما يفضلش ان احنا نسلق الحاجة بالمية بتاعتها، بس كده. فدلوقتي دي الطماطم اهي، والبصل والثوم. اللي عايز يستغنى عن الثوم عشان القولون، كفايه بقوليات بتاعه الحمص، تمام. هجيب بقى بعد كده الحله معايا اهي، وهنزل بالحمص. هو واخد يعني منقوع ساعتين، نقع عادي يعني خالص. وبعد كده صفيته وشطفته وبستخدمه دلوقتي اهو. هحطه بقى كله في الحله. عباره يعني هما دول نص كيلو او اقل من نص كيلو بحاجه بسيطه كده. وهنزل بعد كده بالميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. عايزه بقى من الكاتل تمام، عايزاها من الحنفيه عادي. انا حطاها اهي قدامكم، ميه من الحنفيه عادي. وبعد كده هحط البصله مقطعها 4/4 اهو، بتدي طعم جميل جدا لميه الحمص. وادي الثوم، والثوم مش اساسي بس انا بحبه بالثوم. والخطوه اللي جايه بقى، انا هحط الحمص على النار، تمام. ومش دلوقتي خالص هحط الطماطم، يعني يبقى داخل على نص السوا كده الحمص، اروح نازله ايه بالطماطم الفريش اللي انا ضرباها. الطماطم دي عباره عن نص شفشق من الشفشق بتاع الخلاط. هنا هو الحمص خد نص سوا، غالي تمام معايا، يعني مش تمام اللي هو 100% استوى، لا انا قصدي ان هو خد نص الغلوه تمام يعني. بعد كده هنزل بالطماطم، ما تنزليش بيها كلها مره واحده، لان هيحصل فوران، فممكن يعني ايه يغرقلك بقى البوتاجاز والعين تطفي وحاجات كده. نحط شويه بشويه ونقلب. وبعد كده نحط بردك ايه الملح، لان خلاص هو هيبقى داخل على السوا. فانا عايزه الحمص نفسه يبقى من جوه مملح حلو، ما يبقاش دلع. طريقه جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. وبعد كده بحط معلقه ملح، معلقه طعام عادي اللي احنا بناكل بيها، ملح معلقه حلوه يعني كبيره. وهقلبه واسيب الطماطم بقى ايه تتسبك مع ايه بقيت سوا حمص الشام بالميه بالطماطم ديت، ويخش الحمص على السوا، هيدينا بقى نتيجه جميله جدا. وما بحبش احط كمون، لان الكمون بيمرر لما هيفضل يغلي معاه ويكمل السوا بتاعه. انا بحط الكمون وانا بقى ايه بصب. وفي بيحب كمون وفي ما بيحبش، وفي بيحب يحط شطه وفي لا، فده بيبقى اختياري بقى. والليمون كمان. هنا بقى خلاص خلص، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين جميل. يلا اعملوا بقى قوموا بقى، يعني بصوا اللي يتفرج يقوم يعمل حمص الشام. بس على حسب بقى انتي بتتفرجي امتى، الصبح ولا بالليل؟ لو بالليل خلاص اعمليه على الصبح ان شاء الله. وقدميه كده بقى لولادك، هيعجبهم قوي. وما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. تمام كده. هنا بقى بغرف اهو، ما بياخدش يعني بصوا ساعة سوا، وبعد كده تاكلوه، يعني ما بيغيبش.
وانضف طبعا من بره بكتير. الشتا داخل علينا قارس بقى، فهيبقى محتاج ايه المشروب الجميل ده. تعصري بقى عليه ليمون وشطه وكمون وكلي بقى، كلي وهيصي. يلا بص فين الليمون بقى يا سهى، اهو الليمون.